سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفي ميادين نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية المستهل بأبرز العناوين. دعوة لمزارعي مديرية عالي القاش لحصد محاصيلهم في الوقت المحدد. جمعية مربي النحل في الإقليم الأوسط تعمل على تعزيز أنشطتها. تقييم نتائج الامتحانات الوطنية في مديرية تسني. طهران تعيد بناء منشآتها النووية مؤكدة عدم سعيها لامتلاك سلاح نووي. الفلبين وكندا توقعان اتفاقية عسكرية. مقتل وإصابة المئات في زلزال قوي ضرب أفغانستان. السلام عليكم ورحمة الله. دعا الخبراء الزراعيون بمديرية عالي القاش المزارعين لمراقبة مزارعهم والتي وصلت إلى مرحلة متقدمة بفضل موسم الأمطار الجيد. وأفاد مسؤول وحدة التنمية الاقتصادية السيد برخة محاري أن 70% من المساحة المزروعة هذا العام والبالغة 39,220 هكتار هي بقوليات، و30% المتبقية بذور زيتية وحبوب، مضيفا أنه في حين وصلت البقوليات إلى مرحلة الحصاد إلا أن محاصيل السمسم لم تكن كما هو متوقع بسبب هطول الأمطار الغزيرة. وفيما يتعلق بحالة الثروة الحيوانية والمراعي، ذكر السيد برخة أن الأمطار بدأت في أواخر منتصف شهر يوليو، لكنها استمرت بشكل جيد حتى سبتمبر، وإنها كانت كافية لتخزين كمية كافية من المياه في الحواجز المائية والسدود. وقال إن حملة التطعيم للسيطرة على الأمراض الحيوانية العرضية تمت بنجاح. وحث السيد برخت في الختام المزارعين للقيام بدوريات منتظمة لحماية مزارعهم من الآفات والماشية وجمع مخلفات المحاصيل والعشب بشكل صحيح. صرح رئيس جمعية مربي النحل في الإقليم الأوسط السيد هبتاب قاهد بأن الجمعية تعمل على زيادة إنتاج العسل وطرحه بأسعار معقولة في الأسواق. وأضاف السيد هبتاب لوكالة الأنباء الإريترية أن جمعيته التي تأسست منذ أكثر من 24 عاما تعمل على زيادة إنتاج العسل كما ونوعا لتلبية طلب السوق، ودعا إلى الاستفادة منه، مضيفا أن الجمعية زادت إنتاجها إلى أكثر من 1000 كنتال مع زيادة عدد الأعضاء وخلايا النحل، مضيفا أن سعر العسل انخفض من 300 نقفة إلى 190 نقفة للكيلوغرام. وأشار المسؤول أن جمعيتهم افتتحت منافذ بيع جديدة للعسل في العاصمة أسمر، بالإضافة إلى المنفذ الدائم في منطقتي عداق حموس وقدايف، وكذلك في مدينتي مندفر وكرن، واعدا بالعمل الجاد مستقبلا لزيادة الدخل باستخدام خلايا نحل منخفضة التكلفة. وأخيرا حث السيد هبتاب قاهد المجتمع للامتناع عن شراء العسل مجهول المصدر والمعرض لأشعة الشمس والجفاف. حث مسؤول مكتب التعليم في مديرية تسنية الأستاذ آدم بشير على دور وتنسيق الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور لرفع نتائج الطلاب في الامتحانات الوطنية. وذكر أن نتائج الطلاب في الامتحانات الوطنية تتحسن كل عام، وتظل مدرسة ساقم للمرحلتين المتوسطة والثانوية من بين أفضل 10 مدارس على مستوى الوطن بفضل نتائجها في الامتحانات الوطنية على مدى السنوات العشر الماضية. وأضاف أنه من بين 233 طالبا جلسوا لامتحانات الصف الثاني عشر الوطني في العام الدراسي 2024-2025 التحق 59 طالبا منهم بالكليات بمستوى البكالوريوس و33 بمستوى الدبلوم، ونجح 52% من أصل 1822 طالبا جلسوا لامتحانات الصف الثامن الوطني، مما يتطلب المزيد من العمل. وذكرت الطالبة سامراويت مبرهتو من مدرسة ساقم والتي حصلت على 100 درجة في 5 مواد في الامتحان الوطني للصف الثامن على مستوى البلاد، ذكرت من جانبها أن سر نجاحها هو الرؤية طويلة الأمد وإدارة الوقت، مذكرة إن النتيجة التي أحرزتها كانت بفضل دعم المعلمين والآباء لها. وذكر مدير مدرسة ساقم المتوسطة والثانوية الأستاذ سكي أحمد هاني أنه من المهم العمل معا
لتعزيز وتحسين نتائج الطلاب في الامتحانات الوطنية. تم تكريم المواطن قدي قبرمتين الذي يبلغ من العمر 91 عاما لمبادرته ومساهمته في ضمان الاستقرار البيئي والحفاظ عليه في قرية درعنتو التابعة لمديرية مندفرة. وفاد مدير ضاحية كودافلاسي السيد برخت كستين المزارع المثالي الأب قدي قام شخصيا بزراعة ورعاية حوالي 2500 شجرة إلى جانب قيامه بأنشطة فعالة للحفاظ على المياه والتربة. وأضاف أنه قام أيضا بحفر 20 بئرا في مختلف القرى للتخفيف من مشكلة المياه بالمنطقة. كما أشار السيد قدي قبرهيوت بدوره إلى أن حب العمل ثقافة تكتسبها منذ الصغر، وإنه يتمتع بصحة ممتازة ولا زال يعتمد على نفسه في جميع الأنشطة اليومية، وإنه اكتسب هذا الطبع النشط والحيوي بفضل الوقت الذي قضاه في العمل الجاد منذ الصغر. وذكر أحد المزارعين في الضاحية السيد داوود تسفيت إن السيد قدي أثر عليهم لكونه مثالا في التفاني. قرية درعنتو هي إحدى قرى إدارة ضاحية كودافلاسي، وتقع على بعد حوالي 10 كيلومترات جنوب شرقي مدينة مندفرة. أفادت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية لوكالة الأنباء الإريترية أن المواطنين المقيمين في مختلف دول العالم قدموا تبرعات مالية لإثراء صندوق أمانة الشهداء. فقد تبرع الإريتريون المقيمون في نورشوبينغ والمناطق المحيطة بها في السويد ب91,676 نقفة، وجالية سودرهامن وبولناس والمناطق المحيطة بها في السويد ب40,935 نقفة، والإريتريون المهتمون المقيمون في فاستيراس بالسويد ب2235 يورو، والجالية الإريترية في تيرموسو بالنرويج ب31,800 نقفة، والجالية الإريترية في كالغاري الكندية ب17,400 دولار لإثراء صندوق أمانة الشهداء. كما تبرع المواطنون المهتمون من مجموعة البحر الأحمر الإريتري في البالتوك المقيمون بألمانيا ب4300 يورو، والجالية الإريترية في توبنغان والمناطق المحيطة بها ب2160 يورو، وسكان نيبرون والمناطق المحيطة بها في السويد ب1440 يورو، والجمعية الإريترية في أولا سانكر النرويجية ب20,000 كرونر. وتبرعت السيدة شواي نشنقاش نيابة عن المرحومة زقويني نقوسي ب20,000 نقفة. وتبرع سكان زيستروسن والمناطق المحيطة بها في السويد ب14,303 نقفات لدعم أسر الشهداء. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان أن طهران ستعيد بناء منشآتها النووية بقوة أكبر رغم الضربات الأمريكية والإسرائيلية، مؤكدا أن بلاده لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي. وجاء التصريح خلال زيارة بزكشيان إلى مقر منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في طهران، حيث شدد على أن العلم موجود في عقول العلماء، وتدمير المنشآت والمصانع لن يكون مشكلة أمام تطوير صناعتنا النووية. وأضاف يقول: سنعاود بناء المنشآت النووية وبالمزيد من القوة. وأوضح الرئيس الإيراني أن الصناعة النووية منظومة علمية وصناعية ضخمة، وما يعرف بالسلاح النووي ليس سوى جزء صغير منها، مضيفا أن بقية هذه الصناعة تسهم في تلبية احتياجات البشرية الأساسية. وكرر أن هدفنا من تطوير هذه الصناعة هو تلبية حاجات الشعب ورفع مستوى الرفاه، لا تصنيع السلاح على حد تعبيره. وتأتي تصريحات بزكشيان بعد دعوة سلطنة عمان، طهران وواشنطن إلى استئناف المفاوضات غير المباشرة بشأن البرنامج النووي، والتي كانت قد بدأت لكنها توقفت بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران في يونيو، والذي أشعل حربا استمرت 12 يوما. وقعت الفلبين اتفاقية مع كندا تسمح لقوات كل من الدولتين بدخول أراضي الأخرى، وهي الأحدث في سلسلة اتفاقات تهدف إلى مواجهة طموحات بكين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه. في العام الماضي بدأت البحرية الكندية المشاركة في دوريات أو المشاركة في دوريات بحرية مشتركة في المنطقة مع الولايات المتحدة واستراليا واليابان والفلبين.
وسيسمح الاتفاق الموقع الأحد للقوات الكندية بالمشاركة في تدريبات برية مشتركة. وأكد وزير الدفاع الكندي ديفيد ماكجينتي أن الاتفاق سيعزز العلاقات مع الجيش الفلبيني وسيعطي زخما لاستراتيجية أوتاوا في منطقة المحيطين الهندي والهادي التي تدعو إلى وجود متقدم في المنطقة. وتعتزم كندا المشاركة في مناورات باليكاتان العسكرية السنوية في الأرخبيل في ربيع العام المقبل. قتل 20 شخصا على الأقل جراء الزلزال الشديد الذي ضرب شمال أفغانستان بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في حصيلة جديدة غير نهائية. وقال المتحدث باسم الوزارة شرافة زمان أن نحو 320 من مواطنين جرحوا وقتل أكثر من 20 في ولايتي بلوخ وسمنغان، مؤكدا أن هذه الحصيلة غير نهائية. ووقع الزلزال الذي بلغ عمقه 28 كيلومترا في خلم القريبة من مدينة مزار شريف في ولاية بلوخ وفقا للهيئة الأمريكية. وكانت هيئة المسح الجيولوجي أفادت في وقت سابق بأن عمق الزلزال بلغ 10 كيلومترات. وضعت الهند في مدار الأرض أثقل قمر اصطناعي للاتصالات تطلقه من أراضيها، مسجلة بذلك إنجازا جديدا في برنامجها الفضائي الطموح بحسب ما أعلنت وكالتها للفضاء إسرو. وقال رئيس الوكالة وسط تصفيق علماء وفنيين في مركز سيريهاريكوتا الفضائي في شرق الهند، وضع القمر الاصطناعي بنجاح في مداره. أطلق القمر الاصطناعي الذي يزن 4.4 أطنان والمصمم للاتصالات فوق المحيط الهندي والأراضي الهندية إلى الفضاء بواسطة صاروخ LV الذي كان يجري رحلته الأولى. وأفادت المنظمة أن القمر الاصطناعي للاتصالات متعدد النطاقات سيوفر خدمات تغطي منطقة محيطية واسعة بما في ذلك اليابسة الهندية. ختاما سادتي لنشرة الأخبار إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. دعوة لمزارعي مديرية علي القاش لحصد محاصيلهم. جمعية مربي النحل في الإقليم الأوسط تعمل على تعزيز أنشطتها. تقييم نتائج الامتحانات الوطنية في مديرية تسني. طهران تعيد بناء منشآتها النووية مؤكدة عدم سعيها لامتلاك سلاح نووي. الفلبين وكندا توقعان اتفاقية عسكرية. مقتل وإصابة المئات في زلزال قوي ضرب أفغانستان. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى.